السلام عليكم، وانا عايز اعرف حاجه. هو العشر ايام بتاع رمضان الاخر عند ربنا اعظم ولا العشر ايام بتاع اول ذو الحجه؟ بص، السلف كانوا بيعظموا العشر ايام دول والعشر ايام دول وحاجات كتيره مش عايز اغيرك بيها علشان تركز. بس انا ابن القيم لخص لك دي في حاجه جميله جدا انت هتعرف بنفسك. بص يا سيدي، صلى على النبي. في العشر ايام بتاع ذو الحجه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما امرنا ان احنا نطوف ونقف بعرفه، والله سبحانه وتعالى يتنزل ويقول للملائكة انظروا للحجاج اللي هم راحوا له جاءوني ليه بقى؟ طالبين المغفرة وخايفين من عذابي، لأن اللي يرجع من الحج غفر له ذنوبه كله، يرجع كده كأنه أمه لسه والداه. احنا لسه الحج لسه قدامه شهرين عم الحج، أنا بقول لك يعني. وبيحصل عملية الطواف وبيرموا الجمرات والكلام ده كله اللي أنت عارفه ده، والله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا زي ما يتنزل في الثلث الأخير من الليل. كل ده بيحصل في العشر أيام بتاع ذو الحجة في النهار، ماشي. أما في العشر أيام بتاع الليل إن الملائكة تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر، ما تنزلش من الفجر، لا، بينزلوا ليلا، بتكون ليله سلام. ولذلك هي لا بتبقى لا بارده ولا حاره ولا اي حاجه، بتكون سلام كلها. اشعه الشمس بتكون ما علينا من صفات ليله القدر، انا نزلت لك في فيديو ثاني روح اسمعه، ماشي يا ابويا؟ ماشي تمام. طيب العشر ايام دول كمان انزل القران كما يقال بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كده كان بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم في العشر ايام دول كان بيوقظ اهله وكان بيحيي ليله ويشد مئزر. شد مئزر دي كنايه عن زياده العباده. لا ده انا في البلاغه بص ما اقولكش يعني، ادعي لي بس عشان ثانويه عامه ومحتاج دعوه منك. اذكرك ان ليله القدر فيها يفرق كل امر الحكيم. ممكن تتجوز لو دعيت ربنا بليله القدر. عارف انا ممكن اقعد ادعي ربنا من العشاء لحد الفجر عادي يعني، اللي هو طالما فيها انا شفت فيديو واحد كان بيقول لك انا بتكلم بسرعه، ممكن تتجوز بالبقره. قلت انا ممكن اقرا القران كله بس الواحد. فبجد والله العظيم يعني انا علشان اعتكف وعلشان اتفرغ للعباده في هذه الايام، انا ثانويه عامه خلصت كل المواد اللي عليا علشان العشر ايام دول وانا بادي الطاعه ما احسش ان انا مفرط في حقي كده وكده. وبعدين ممكن اذاكر في النهار بس ما تضيعش الليل يا صديقي. الليل مش للنوم ولا الليل لحاجه. في شغل ارجع نام لحد المغرب، في دراسه ذاكر لحد المغرب. اهم حاجه الليل ده يا بايا من اول ما تفطر لحد الفجر عباده. طب انا مش في البيت، اقرا ذكر، اقرا قران، كتر بص من القران، كتر من اي عباده اي حاجه شايفها يا عمي. اهم حاجه اقرا الاذكار بتدبر وانت ذاهب للمسجد كده، مستشعر انك تمشي تاخد حسنه وترفع عنك خطأ. بص حاجات كتيره، بس انت انوي رايح عملك عباده، راجع من عملك من العباده، بتذاكر علشان تنفع الناس. بس سيبك من المذاكره في الايام دي، ولو تعرف تاخد اجازه ولو تعتكف تبقى بص حاجه حلوه. في الفيديو ده انا وضحت لك الفرق ما بينهم، فما تضيعش الايام دي. عسى الايام الجايه هادم اللذات ومفرق الجماعات يقبض روحك